الاكتئاب والإحباط بسبب إنك دايما بتطلع بسقف التوقعات. بلاش تحط سقف لتوقعاتك أعلى من الواقع اللي انت عايش فيه. مهما عملت من سلوكيات، مهما قدمت من خير، مهما حتى عملت واجبك على أكمل وجه، متتوقعش من الطرف التاني أعلى من سقف التوقعات. زمن التوقعات ولا مات، مبقاش موجود. كان زمان الإنسان لما بيعمل سلوك أو بيعمل خير بيتوقع ويصيب، التوقع بيجي في محله. دلوقتي الزمن اتغير، وكل ما هتتوقع مستوى أعلى من الواقع اللي احنا عايشين فيه، للأسف توقعك العالي ده هياخدك يوقعك على جدور رقبتك. عيش الواقع وتوقع صح.